كنت باستغرب أوي لمّا أكون متضايقة وأوصف لحد إحساسي قد إيه أنا متضايقة وقد إيه أنا زعلانة، وألاقيه بيقول لي معلش، معلش. أو إن أنا مثلًا أكون في موقف محرج وألاقي اللي قدامي مش مقدّر ده، إن هو أنتِ مكبّرة الموضوع كده ليه؟ أو بنوتة بتهزر هزار مش قابلاه وتقولي هو أنتِ ليه مكبّرة الموضوع؟ هو الموضوع أنا مش مكبّراه، هي الفكرة كلّها إن كل واحد بيشوف من وجهة نظره هو الموضوع ده يستاهل إني أزعل عليه أو لأ، فأنتِ مش مكاني وأنت مش مكاني، فما نحكمش إن الموضوع كبير أو صغير غير لمّا تشوفوها من وجهة نظري أنا، لازم تقدّروا وتراعوا إن أنا برضه عندي مشاعر، عندي أحاسيس، وعندي الكون بتاعي أنا في دماغي. ممكن أكون من وجهة نظركم إن أنا مكبّرة الموضوع، بس ده علشان أنتم بتبصوا بعينيكم أنتم وبخبرتكم أنتم، مش بخبرتي أنا ولا بعيني أنا. كل اللي إحنا بنبقى محتاجينه لمّا نسمع حد يكون متضايق أو فرحان حتى بحاجة، مش شرط متضايق بس، نقدّر هو حاسس بإيه، من غير لا نقلل ولا نكبّر من الإحساس اللي هو حاسّه، وأهمها إن إحنا ما نقللش من الإحساس اللي هو حاسّه، خصوصًا لو كان إحساس حزن أو إحساس ضيق، لإن ده بيخلّي اللي قدّامنا يتحوّل من إن هو بيكلمني عشان يفضفض معايا، إن هو مش عايز يكلمني تاني، لإن هيشوف إن أنا كده مش حاسة بيه، إن أنا مش مكانه، يبقى عايز يوصّلني إن أنا حاسس بكذا وكذا وكذا، فخلّيك معايا، قُل لي كلام يطبطب عليَّ. الكلام ده على فكرة بيتقال ضمنيًا، لمّا باحكي لحد وبافضفض أنا بابقى عايزة اللي قدّامي يحس معايا الإحساس ده عشان يهوّنه عليَّ، وده دورنا في حياة بعض. فكرة بقى إن أنا باعمل كده علشان أنا عايزة اللي قدّامي يفوق، أو علشان أهوّن عليه، أو علشان أنا باحبه، هو الحب مش هيتقاس كده، ومش هتوصل كده، هتوصل إن أنت مش حاسس بيّا، وأنت مش حابب إن أنا أتكلم، فأنا فعلًا هاعمل ده وهابعد ومش هاتكلم تاني. فإحنا كده باللي إحنا بنعمله إحنا بنبعد المسافة عن بعض مش بنقرّب لبعض، ده إحنا ممكن نترجم الحب ده بطريقة تانية، إن إحنا ممكن نسمع ما كان معاكِ حق، يستخدم الكلام اللي زي ده، الكلام اللي يوصّل للي قدّامي إن أنا حاسس بيك، أنا مش في مكانك بس أنا مقدّر أوي المشاعر اللي جواك دي. في المواقف اللي زي دي بنبقى عايزين بس إن إحنا نطبطب على بعض، عايزين نسمع كلمة تهوّن، إحنا مش عايزين نصايح ومش عايزين كلمة تتقال تجرحنا أو تندّمنا إن إحنا اتكلمنا. كل ده بيخلّيني أقول يا ريتني ما اتكلمت، أنا أحسن كنت أسكت، لإن لمّا اتكلمت أنا اتضريت زيادة واتوجعت زيادة على الوجع اللي جوايا. فإحنا يا نسمع بعض ونقدّر إن اللي قدّامنا ده بيمُر بموقف معيّن أو بمشاعر معيّنة ونحترمها، مش حاجة نسمع ونسكت، يعني يا نسمع ونقدّر، يا نسمع ونسكت.